بديل الشهادة الاستثنائية السنوية. في الحلقة دي هنكلمك عن البديل الوحيد المتاح حاليا للشهادة اللي هي لمدة سنة، اللي اتلغت في البنك الأهلي وفي بنك مصر وفي أغلب البنوك. معانا في الحلقة دي بديل مميز جدا وأيضا لمدة سنة، والعائد عليه كويس جدا في الوقت الحالي، واحنا شخصيا بننصح بيه. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وطبعا انا عارف ان في ناس كتير بتدور على بدايل الشهاده السنويه، وناس كتير مش عاوزه تربط الشهاده الثلاثيه او الشهاده الخماسيه، لان هم شايفين ان المده طويله جدا. واحنا كنا بننصح بالموضوع ده لان المتغيرات سريعه. بس النقطه الوحيده اللي نصحنا ان الناس تربط الشهاده لمده 3 سنوات لما كان الشهادات هتتلغي، وقلنا الناس اللي مش عاوزه الفلوس دي لمده 3 سنين وهتشيلها للادخار لمده 3 سنين ومش بتحتاج عائد شهري، ممكن تروح للشهاده 30 25 20 قبل ما تتلغي، او الشهادات اللي كانت بفايده عاليه ايضا ثلاثيه. غير كده كنا دايما بننصح ان الناس تخليها في الاستثمار القصير الاجل، لان المتغيرات سريعه جدا وكل يوم في جديد. لكن مؤخرا خلاص الشهاده الاستثنائيه لمده سنه، سواء 23% عائد يومي او 23.5% او 27%، اتلغت في البنك الاهلي وفي بنك مصر، وما عادش فيه موجود اي شهاده لمده سنه في اغلب البنوك بعائد كويس. الشهاده الوحيده اللي موجوده لمده سنه واحده فقط موجوده في البنك الاهلي، وكنا اتكلمنا عنها في الحلقه ديت، اللي هي بتدي عائد 14% بيصرف كل شهر. كنا قلنا طبعا في الحلقه دي ايضا ان العائد يعتبر عليها مش مجدي مقارنه بالعوائد التانية. فطبعا انا مش هاجي في الحلقه ديت اقول لك ان البديل شهاده ب 14%، فلا طبعا. والنقطة التانية عشان الناس يا جماعة ما تسرحش بيكم، يقول لك بقى حسابات التوفير، وفي حساب توفير ب 20% وفي 21% وفي 19.5% عائد يومي والكلام ده كله. احنا الحمد لله كل الحلقات دي وكل الحسابات بكل تفاصيلها منزلينها على القناة تقدر تشوفها. لكن انا مش هروح اقول لك روح افتح حساب توفير. انت طالما خارج من الشهادة الاستثنائية او بتدور على حاجة زيها بالظبط، اكيد مش هقول لك روح للحسابات، لان الحسابات كفايدة ممكن تبقى اقل وممكن تبقى مقسمة لشرايح، وغير كده الفايدة عليها متغيرة. كل ما يحصل اجتماع للبنك المركزي هتبقى حاطط ايدك على قلبك البنك المركزي هيخفض الفايدة ولا لا. طبعا حسابات التوفير كويسة جدا وليها ناسها اللي بتحب السحب والايداع على طول، ما بتحبش الشهادات. لكن عشان الناس ما تخلطش الامور ببعضها انا بتكلم في نقطة معينة. الشهادات احنا بننصح بيها للناس اللي حابة شهادات، والحسابات بننصح بيها للناس اللي حابة حسابات. لكن احنا في الحلقة دي بنتكلم في اطار معين، الناس اللي بتفضل الشهادات وعاوزه عائد ثابت وعائد لمده سنه. فمش هروح اقول لك روح للحسابات لان هي عكس كده خالص. كنت ممكن اقول لك روح للحسابات لو احنا مثلا مستنيين شهاده هتنزل خلال الفتره الجايه بفايده عاليه مثلا لمده سنه، وليكن مثلا هينزل خلال الفتره الجايه 25%. بس ده مش هيحصل، كل التوقعات بتقول ان ده مش هيحصل، وكل اللي جاي اغلبه تخفيض فايده. فبالتالي انت تروح للحاجه اللي تديك عائد ثابت وتريح دماغك وتعوضك نفس تفاصيل الشهاده السنويه الاستثنائيه. ايضا نفس الكلام صناديق الاستثمار، سواء صندوق الاستثمار يوم بيوم بتاع بنك مصر، سواء الصندوق الرابع في البنك الاهلي، سواء اي صندوق في اي بنك، برضو الفايده على الصناديق دي متغيره، فوارد تتغير في اي وقت. فالبديل الوحيد المتاح حاليا للتفاصيل دي كلها هي اذون الخزانه. طبعا ما تقفلش الحلقه هنا وتمشي، انا عارف ان في ناس ما عندهاش درايه كافيه باذون الخزانه، واحنا عندنا للاسف مشكلتين في اذون الخزانه هي اللي مخليه الناس مش مهتميه بيها قوي زي الشهادات. اول نقطه ان الناس فعلا مش على درايه قوي باذون الخزانه، الناس تعرف اكتر الشهادات، تعرف حسابات التوفير، تعرف المنتج نفسه بتاع البنك. انما اذون الخزانه عشان ديت بتصدر من البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية وبتصدر من خلال البنوك، فالناس مش مهتمية بيها قوي. وخصوصا برضو الرق الأكبر على موظفين البنوك ان هم مش على دراية كافية بأذون الخزانة، لا الشراء ولا الاسترداد، ولو انت جيت تكسرها هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران. فبالتالي الناس بتخاف من النقطة دي فبتبعد عنها.
تاني نقطة، ان الناس مفكرة ان العائد اللي بنقول لها عليه وليكن مثلا 20%، الناس عندها اقتناع تام، اقتناع يعني مش احتمال ولا تفكير، لا ده عندها اقتناع تام ان هو مش هيبقى 20%، لا ده هيبقى 10% او هيبقى 7% او 8%. لا يا جماعة مفيش الكلام ده. العائد اللي انا هقول لك عليه في الحلقة دي، الصافي اللي هقول لك ده الصافي اللي انت هتاخده بامر الله بالظبط، عشان بس ما تبقاش مقتنع بالنقطة دي. فتعالوا بقى نقول لكم كل تفاصيل أذون الخزانة، ونقول لكم العائد على كل المدد في الوقت الحالي كام. طيب أول حاجة، الحد الأدنى لشراء إذن الخزانة الواحد هو 25,000 جنيه، ومضاعفات ال 25,000 يعني 25 50 75 100 وهكذا. المدد المتاحة في أذون الخزانة هي كلها مدد أقل من سنة، هي استثمار قصير الأجل، فيها مدة ال3 شهور وال6 شهور وال9 شهور وال12 شهر اللي هي السنة. براحتك خالص اشتري المدة اللي انت حاببها. الافضل طبعا تلتزم بالمدة كلها، يعني لو هتعمل ال3 شهور تلتزم بها كلها، ال6 شهور، السنة تلتزم بها كلها. طب ليه يا عم؟ هو طبعا الاسترداد على اذون الخزانة متاح في اي وقت، ما بدكش مدة معينة. يعني مثلا ما اقولكش لو انت هتعمل السنة يبقى قبل 6 شهور ما تقدرش تكسرها، لا، عملت السنة، عملت ال3 شهور، عملت ال6 شهور، عملت ال9 شهور، ممكن تكسرها من تاني يوم عادي، مفيش اي مشكلة. لكن هنا بتتوقف على هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران. فالموظفين مش على دراية كافية بالنقطة دي. من المفترض ان اذون الخزانة لو جيت تستردها وكان السعر اعلى فانت كده بتبقى خسران، لو كان السعر اقل المفروض انت كده بتبقى كسبان. فالناس بس ما بتبقاش عارفة النقطة دي. لكن انا بقول لك الافضل فانت تكمل المدة بتاعتك اللي هتعملها كلها عشان تاخد العائد كله ويبقى عائد كويس وعائد مجدي، وفي نفس الوقت ما تخشش في نقطة هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران، والموظف مش هيبقى عارف، لان الموظفين بتاعت البنوك مش هي اللي بتعمل الحاجة دي بايديها، ده بتبعت لإدارة متخصصة في اذون الخزانة هي تقول لها الاسترداد والشراء والكلام ده كله. طيب اذون الخزانة اهم ما يميزها ان العائد عليها مقدم، ويمكن دي تخليها تتفوق على الشهادات، ان انت بتاخد العائد في بداية المدة، ولو عائد كويس ومحترم تقدر تستثمره او تعمل بيه اي حاجة تانية، وبالتالي ده زيادة على الارباح، وبالتالي ده افضل حاجة، افضل ما تاخد عائد شهري او ربع سنوي او سنوي، لا ده انت بتاخده في بداية المدة، العائد كله تقدر تستثمره في اي حاجة. لكن اذون الخزانة العائد اللي انت بتاخده ده عليه ضريبة 20%، لكن الضريبة بتتخصم في نهاية المدة. فرق ما بين ان انت بتاخد العائد في بداية المدة لكن الضريبة بتتخصم في نهاية المدة. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا ادي لك مثال افتراضي من غير حسبة ولا ارقام ولا الكلام ده، مثال هيوضح لك بس الامور بتمشي ازاي، لكن الارقام مش حقيقية، يعني الارقام دي انا مش ضاربها وحاسبها والكلام ده، لا ده مثال افتراضي. لو هنفترض ان انت هتعمل اذون خزانة ب100,000 جنيه، والاذون دي هتديك عائد تقريبا 20,000 جنيه، العائد ده قبل الضريبة. من المفترض ان انت هتاخد ال20,000 جنيه في بداية المدة، يعني انت هتحط ال100,000 جنيه في الحساب بتاعك، البنك هيخش يخصم 80,000 جنيه وهيسيب لك ال20,000 جنيه في حسابك، تقدر تسحبهم او تسيبهم براحتك. دول كده الفايدة على اذون الخزانة اللي انت اشتريتها. لكن الفايدة دي عليها ضريبة مثلا 2000 جنيه، فال2000 جنيه دول هيتخصموا بقى في نهاية المدة. اما تيجي تسترد الفلوس بتاعتك اللي هي اتخصمت منك 80,000 جنيه، من المفترض ان انت بتسترد ال100,000 جنيه عشان تبقى كده خدت عائد 20,000 جنيه. لكن ما تنساش الضريبة اللي احنا قلنا هتتخصم 2000 جنيه في نهاية المدة، يبقى انت بدل ما هتاخد 100,000 جنيه هتاخد 98,000 جنيه. هي دي الفكرة، ان انت بتاخد العائد في بداية المدة لكن الضريبة بتتخصم في نهاية المدة. اذون الخزانة فيها سوقين، سوق اولي وسوق ثانوي. السوق الاولي ده بتاع البنك المركزي، وده اللي بيطرح من خلاله البنك المركزي اذون الخزانة مباشرة في البنوك، وده بيبقى يوم الحد، بتبقى متاحة فيها مدة ال3 شهور وال6 شهور. السوق الثاني السوق الثانوي، وده بيبقى من خلال البنوك بتبقى اشترط من البنك المركزي اذون الخزانة وبتبيعها لحضرتك، وده بيبقى يوم الخميس، متاح فيها مدة ال9 شهور وال12 شهر. طبعا لو هتشتري الافضل تشتري من السوق الاولي، لان ده بتاع البنك المركزي والسعر فيه بيبقى اعلى. الثاني بتاع البنك ممكن بيبقى اقل حاجات بسيطة، لان البنك بيشتري من البنك المركزي وممكن ياخد هامش ربح، فبالتالي ممكن تلاقيه شوية اقل من السوق الاولي. طيب اخر حاجة في اذون الخزانة قبل ما نخش على الفايدة على كل المدد، ان اذون الخزانة فيها اعلى سعر واقل سعر ومتوسط السعر. الافضل وانت بتكتب في اذن الخزانة بتاعك او في الطلب بتاعك تكتب متوسط السعر عشان البنك المركزي يقبله. ممكن لو كتبت اعلى سعر في الاغلب ممكن يرفضه،
ولو كتبت اقل سعر ممكن تاخد سعر اقل من المفترض اللي انت كنت تاخده لو كتبت متوسط السعر، فالافضل طبعا تكتب متوسط السعر. طيب خلونا نخش على العائد على اذون الخزانه في الوقت الحالي. وبالنسبه لاول مده وهي مده ال91 يوم، مده ال3 شهور، متوسط السعر عليها حاليا 27.82%. ده كده متوسط السعر قبل الضريبه. لما تخصم الضريبه ل 20% هيديك الصافي بعد خصم الضريبه ل 20% 22.21%. ده كده العائد اللي انت هتاخده على المده دي الصافي بعد خصم الضريبه. قلت لك في الاول ما تسمعش كلام الناس اللي بتقول لك هيبقى 10% و8% والكلام ده كله، لا. مده ال3 شهور العائد عليها حاليا 22.21%. ده الصافي اللي انت هتاخده بعد خصم الضريبه. لكن طبعا احنا عارفين ان اي عائد بتقلنها هو عائد سنوي، فده لمده 3 شهور، فانت العائد ده هتقسمه على 4 عشان تعرف اللي انت هتاخده على مده ال3 شهور بتوعك. طيب لو عاوز تزود المده يبقى مده ال6 شهور مده ال182 يوم، متوسط السعر عليها مسجل 26.39%، والصافي بعد خصم الضريبه اللي انت هتاخده فعليا 21.11%. المده الثالثه اللي بعد كده وهي مده ال9 شهور ال273 يوم، متوسط السعر عليها 25.79%، الصافي بعد خصم الضريبه 20.63%. اخر مده وهي مده السنه اللي انت لو عملتها مش هتقسم على حاجه وهتاخد العائد ده على طول، متوسط السعر عليها 24.45%، والصافي اللي انت هتاخده على المده دي بالظبط 19.56%. تيجي تقول لي يا عم يعتبر على مده السنه 19.5%، فانا لو عاوز اعمل المده دي عشان ما اقسمش على حاجه واخد العائد ورايح دماغي، طب ما 19.5% مش 23% للشهاده السنويه ولا 23.5%؟ هقول لك ده البديل اللي موجود دلوقتي اللي يعوض لك الشهاده السنويه، عائد ثابت وكمان عائد مقدم، وبالتالي دي افضل من الشهاده. فانت ممكن لو خدت العائد زي ما قلنا المقدم لو مبلغ كبير ومبلغ محترم تستثمره في اي حاجه تانية، او حتى تعمل بيه اي مصلحه خارج الاستثمارات دي كلها، هيبقى افضل طبعا وهيبقى اربح. فطبعا دي افضل بديل موجود في الوقت الحالي يعوض لك كل التفاصيل بتاعه الشهاده السنويه. وما تنساش ان اهم حاجه في اذون الخزانه ان العائد عليها ثابت، العائد اللي انت بتاخده ده عائد ثابت ما بيتغيرش، مش زي حسابات التوفير ولا صناديق الاستثمار ولا الحاجات دي كلها. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه اللي هتعجب حضراتكم واستفدتوا منها لو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.